لازم المريد يعتبر ان نظره للشيخ اكبر عباده، يعني الواحد يحب الشيخ بتاعه ولا يشرك في حبه احد، ان الله لا يغفر ان يشرك به. بعض المشايخ لهم تخلق من اخلاق الله سبحانه وتعالى ان هم لا يغفروا ان يشرك في حبهم. اذا نابكم شيء فاهتفوا باسمي فانا اسم الله العظيم. يعني شفت حاجه كده مش هقول لكم عليها طبعا، قالت لي ايه؟ اسجد أنت الآن مع الديان فلا حاجة للأديان. النظر إلى وجه علي عبادة. النظر إلى وجه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كما رأيتم في عنوان الفيديو، الفضيحة الكبرى للمدعو صلاح الدين التيجاني. سنرى الآن ونشاهد فضائح عظيمة، فضائح بالجملة. طبعا الناس منتظرة أن أنا أجيب لهم البنت اللي هو تحرش بيها، أو بيدعوا مش عارف إيه، أو أمها بتقول إيه وأبوها بيقول إيه، أو إن في 3 بنات أو كذا رافعين مش عارف قضايا وبتاع. أنا مالي دخل بهذا كله، يعني أنا لا أخدعكم، ليس لي شأن بهذا. أنا لا أتحدث في هذه الفضائح الأخلاقية ولا في هذه الموضوعات. هذه معروضة في القضاء، والقضاء هو الذي يبت فيها إن كانت صحيحة أو إن كانت غير صحيحة. ويعني الإنسان الذي يهتك الستر الذي بينه وبين الله، فإن الله عز وجل يفضحه على رؤوس الخلائق. فإن كان هذا الرجل يعني كما سنبين، فسوف يفضحه الله عز وجل. الدنيا كلها مقلوبة، والسوشيال ميديا واليوتيوب، كل الوسائل التواصل وما إلى ذلك وأجهزة الإعلام مقلوبة على صلاح الدين التيجاني. وهو لم يكن مشهورا بهذه الدرجة، لكن طبعا اشتهر الآن شهرة كبيرة بهذه الفضيحة الأخلاقية التي تتحدث عنها وسائل التواصل والأجهزة الإعلام وما إلى ذلك. أنا لا شأن لي بذلك، أحمي سمعي وبصري ولا أتحدث في مثل ذلك، لا أتحدث في شيء لا أعلم حقيقتها. لكن أنا عندي فضائح له أعظم وأسخم وأهم عندنا من هذه الفضيحة. هذه الفضيحة على نفسه وعلى أسرة البنت إذا ثبت هذا، وعلى البنت. لكن الفضائح الأخرى تمس تغيير عقيدة المسلمين، وتمس إفساد الدين، وتمس تغيير العقيدة وإفساد الدين على مستوى يعني مستوى كبير جدا. هذا الرجل يعني مثل صالح أبو خليل الذي عرضته لكم من قبل، في تغلغل كبير للصوفية في طبقات الفنانين والرياضيين والطبقات الكبرى من الشعب وذوي المناصب. أنا لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك، ولأن هؤلاء الصوفية مدعومون من جهات خارجية. فكما رأينا في المقاطع الأولى، وكما سنرى في العرض، يعني الخطورة لهذا الرجل هو عقيدته التي ينشرها بين الناس. عقيدته يكفي أنه يدعي الألوهية، نعم يدعي الألوهية حقا، ويقول لأتباعه: إذا نابكم شيء اهتفوا باسمي فأنا اسم الله الأعظم. ماذا ننتظر بعد ذلك؟ إذا نابكم شيء فاهتفوا باسمي فأنا اسم الله الأعظم. وهذا الكلام اللي الشيعة بيقولوه على بس بيقولوه على آل البيت، بيقولوه على الناس الكبار، مش بيقولوه مش واحد. الطريقة التيجانية تبرأت منه لفضائحه العلمية والعقدية والأخلاقية، تبرأوا منه وأعلنوا فصله. أنه هو طبعا الطريقة التيجانية ليست باسمه، هو يعني انتسب إليها ثم طغى عليهم وأراد أن ينتزع منهم الرئاسة وبتاعهم، يعني طبعا إيه شوية خبص كده لبعضهم
مما يدل على أن هذه الأمور لها أغراض دنيوية وأغراض يعني إيه زعامة وأغراض نذور وأموال وصناديق وما إلى ذلك، ليست خالصة لوجه الله. لكن المهم ما علينا. هذا الرجل يفسد عقيدة، يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وأن النبي أزلي، والنبي لم يخلق، النبي سرمدي الوجود، يعني إله. ومسألة الحقيقة المحمدية، وإن إيه الكل كله خلق من محمد صلى الله عليه وسلم، من نور محمد، كل ده كلام باطل وكلام كذب. ويدعي إن النظر إليه هو يعني أعظم من النظر إلى الركن في ركن الكعبة. يعني ما هذا؟ طب الناس دول يعني أين الأزهر؟ أين المسؤولون عن الدين؟ لماذا يتركون هؤلاء مش هقول المعتوهين بقى، لا، ده أنا سوف أعرض لكم فيديو قريبا يبين لكم كيف أن هؤلاء مدعومون من جهات غربية وكنسية ويهودية وصهيونية تدعمهم لحرب الإسلام. سوف أعرض لكم ذلك بالأدلة والحقائق. فيعني الفضائح، هذه الفضائح التي شاهدناها هي أعظم من الفضائح الأخلاقية بكثير، لأنها تضر عموم المسلمين البسطاء، عامة الناس السذج الذين يخدعهم بأن له كرامات وله نورانيات وكذا، ويجعل الناس، هو يدعو الناس إلى أن يبالغوا في تعظيمه ومدحه، وكما رأيتم في هذه المقاطع التي عرضناها. يعني شيء عجيب جدا، إن إذا كنت جائع أو عطشان ونظرت إلى الشيخ ولم تشبع وحسيت أن أنت لا تزال جائع أو بك عطش، فاعلم أنك لست مريدا حقا. ويعني من عجب، يعني في مقطع رأيته له إن إيه يقول لك اللي بيحب إذا أحببت الشيخ بالفعل لابد أن تنسى نفسك. إذا أحببت الشيخ بالفعل لابد أن تنسى نفسك. ويقول لك مش نزار القباني بيقول أحببتك حتى نسيت نفسي، وحتى مش عارف، أنا مش حافظ كلام نزار القباني، هو حافظه. مرة جبت له بيستشهد بكلام عادل إمام، ومرة بيستشهد بكلام نزار القباني، ومرة بيستشهد بأم كلثوم، ومرة يعني موسوعة ما شاء الله، يعني شيخ زي ما بيقولوا شيخ. فيعني ما هذا ولماذا يترك مثل هذا؟ دعك بقى من الفضائح الأخلاقية والكذا واللي مش عارف ايه واللي مش عارف ايه الضبط ايه وبتاع ايه والشات والمشات والكلام ده كله ما لنا دخل بيه. لكن واللي عايز يعرف الحكايات دي روح موجودة بكثرة على وسائل التواصل، موجودة على اليوتيوب. لكن الأهم من ذلك أن تعرف عقيدته الفاسدة، وأنه يؤمن بوحدة الوجود، ويؤمن أن الله يحل فيه حاشا لله، وأنه هو الله، وأنه اسم الله الأعظم، وأنه يقدر على قضاء الحوائج. طب كنت تقضي حوائجك أنت، طب أنت في ورطة الآن يعني. يعني إذن هذه يعني فضائح كبيرة يعني نسأل الله عز وجل أن يفضح هؤلاء وأن يكشفهم للناس. وسبق أن عرضنا لكم الفيديو الذي يفضح دجال الشرقية الذي يدعى أبا خليل. فيعني هؤلاء مدعومون من الخارج لإفساد الدين وإفساد عقائد المسلمين، فنسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم وأن يفضحهم على رؤوس الأشهاد.